عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلام دايما معانا ومنورينا كده في القناة. ما تنسونيش بقى في اللايك، واللي مشتركش في القناة يشترك وتفعلي زر الجرس، وعايزين اعجاباتكم الحلوة وكومنتاتكم الجميلة والتعليقات الجميلة. ان شاء الله باذن الله النهاردة جايبه لكم وصفة جديدة معايا على القناة، وهنبدأ كده نسمي الله ونبدأ نقول مقادير الوصفة. اول حاجه النهارده معانا البسطرمه. النهارده هنعمل الجلاش، صينيه جلاش بالبسطرمه. معانا اول حاجه المكون معانا البسطرمه، ومعانا الجلاش لفه جلاش اللي هي نص كيلو جلاش، ومعانا جبنه موتزاريلا، ومعانا 2 قرن فلفل كوبي، و2 قطعه طماطم، وعليهم متبهرين بقى، عليهم معلقه فلفل اسمر ومعلقه كزبره، بهاراتهم عليهم يعني مبهرهم. بس كده هنبدا نسمي الله كده. وانا معايا الصينيه هنا بتاعتنا. الصينيه انا كنت دهناها ماده دهنيه سمنه طبعا، علشان بس ايه اختصارا للوقت. طبعا لازم تدهنيها ماده دهنيه عشان حاجتك ما تلزقش. وهنبدا كده مع بعض نسمي الله كده ونبدا. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنبدا ناخد لفه الجلاش، احنا قاسمينها نصين، هتاخدي نص هتبداي بيه كده تحطيه في الصينيه كده من تحت كده اهو. هتبداي تحطي في الارضيه بتاعتك، هتحطي كده نص اللفه بتاعه الجلاش، وهتبداي عادي لو حتى الجلاش معاكي مطرح مكان في الفريزر او كده متقطع مفيش مشكله، كله بيمتزج مع بعضه في السوا يعني. هتبداي كده تساوي معاكي كده الصينيه بتاعتك، وتساوي لفه الجلاش كويس كده اهو. تبداي ايه تريحي الجلاش داخل الصينيه بتاعتك كده تمام. هنبدا بقى ان احنا نبدا بالحشوه بتاعتنا. هنجيب بقى اول حاجه هناخد كده البسطرمه، هنبدا نحطها كده. هتبداي ترصي البسطرمه بتاعتك. طبعا الاكله دي كل اطفالنا برضو بيحبوها، اكله كويسه وخفيفه. وانا زي ما وعدتكم من بدايه القناه ان احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات سهله وبسيطه، ومش هتاخد منك اي وقت، مش هتاخد منك وقت خالص، ولا هتكلفك اي حاجه، وكل اللي في بيتك هيحبوها. وطبعا هي مكوناتها حلوه وسهله، ومش شرط ان انت تحطي جواها بسطرمه، ممكن تحطي صدق، ممكن بربع صدق تعملي صينيه لحمه، صينيه لحمه مفرومه. ممكن تحطي لحمه مفرومه في الجلاش، ممكن تحطي بربع مفروم، ربع صدق، اي حاجه عندك. عايزه تعمليها ميكس جبن، ما توقفيش نفسك على حاجه يعني، كل حاجه هتمشي. اي حشوه انتوا بتحبيها او اسرتك بتحبها، اي خضار، اي حاجه عندك هتبقى تحفه وجميله، وهتبقى داخلها كل حاجه ومغذيه، والاطفال هيحبوها. هتبداي بقى كده خلاص انت رصيتي البسطرمه بتاعتك في الصينيه كده اهو، بحيث ان انت ايه توزعيها كويس، ان هي كل الصينيه معاكي تبقى متوزعه، ما تبقيش سايبه مكان فاضي ومكان ايه يعني ايه فيه كده. ايه وزعنا كله كده. هنبدا ناخد الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل، عباره عن الفلفل والطماطم، واحنا حاطين عليه البهارات زي ما قلت لكم، رشه فلفل اسمر بمقدار معلقه صغيره، وكزبره كده اهو. مزجنا البهارات اللي احنا كنا حاطينها، وهنبدا نحط كده. حاولي توزعي كويس عشان يبقى كل الفطيره معاكي واخده الحشوه كويس، ما تلاقيش حته فيها وحته ما فيهاش. ان شاء الله تبقى وصفه خفيفه على قلبكم كده وتعملوها. زي ما قلت لك ما تقيديش نفسك بحاجه، اي حاجه في تلاجتك عندك، شويه اي جبن، ميكس جبن، ربع صدق، ربع لحمه مفروم، اي حاجه، ما توقفيش نفسك على حاجه، كل حاجه بتمشي. وبرده حسب رغبتك، حسب مين بيحب الصدق او بيحب البسطرمه او بيحب ميكس الجبن. كل حاجه سهله معانا تبقى في متناول ايدينا. طبعا ده اكل جميل وكله برضو بيحبه، وانتي قدمتي كده لاولادك كل حاجه، الخضار والطماطم والبسطرمه والجبنه والجلاش، كل ده هيبقى ايه
وهتبداي بقى ايه، انت خلاص وزعتي الجبن كده بتاعتك خلاص. هتبداي هو بقى ايه، هنحط بس احنا ما بنحطش زي ما اتفقنا ان احنا مش لازم في اكلنا نستعمل زيوت كتير او سمنه كتير او الكلام ده. ليه؟ عشان صحتنا وصحه اولادنا. نتعود ان احنا مع بعض دايما ايه، يبقى حاجتنا خفيفه. يبقى احنا حطينا بس الماده الدهنيه، مجرد ما احنا حطينا ماده دهنيه في الصينيه قبل ما تحطي الجلاش والحشوه بتاعتك، ومعلقه زي ما شفتي كده معايا بتتحط في القلب، معلقه واحده بس ايه، بتوزعيها لقطع صغيره كده علشان مع النار وسخونيه الفرن هتبدا تسيح معاكي جوه بس. وهتبداي بقى ايه، تاخدي بقيه اللفه بتاعه الجلاش. هتبداي تاخدي بقيه اللفه كده، هتبداي كده اهو، وهتبداي كده تحطيها، تبداي ايه تسوي معاكي الصينيه، تبداي ايه تسوي اللفه بتاعتك، تبداي كده اهو. زي ما وعدتك ان احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض اشهى الاكلات واحلى الوصفات، وفي نفس الوقت انا مش هتعبك، مش هتعب ربة المنزل او في اي حاجه. يعني هتعملي كل حاجه في وقت قصير، وفي نفس الوقت حاجه حلوه مكوناتها سهله وبسيطه وفي كل بيت مصري. تبداي كده خلاص انت ايه سويتي عندك الصينيه بتاعتك اهو على قد ما تقدري كده. تبداي ايه ان انت ايه تظبطي شكل الصينيه بتاعتك، وهتبداي كده تسمي الله وتبداي تقطعي الصينيه بتاعتك كده اهو. هتبداي بصي كده اهو، هتبداي تخرطي الصينيه بتاعتك كده اهو، عباره عن مربعات كده. تبداي كده بالراحه وانت بتقطعي على مهلك خالص، علشان ايه الحشوه ما تطلعش منك بره. هتبقى اكله صحيه ومفيده وانت اللي عاملاها في البيت، ولادك هيحبوها. هيبقى جلاش بس بطعم البيتزا، فيها كل المكونات اللي بتتحط على البيتزا. الاطفال كلها طبعا عندنا بيحبوا البيتزا وبيحبوا الاكلات دي. وهتبداي كده تسيبي من هنا كده شويه، وهتبداي بقى بعد ما قطعتي الصينيه بتاعتك هتبداي بقى تعملي ايه. معانا هنا كوبايه لبن، كوبايه اللبن دي عليها معلقه فلفل اسمر. احنا مش هنحط ملح، احنا عاملين بسطرمه مش هينفع نحط ملح. احنا زي ما قلت لك هدفنا ان احنا نعمل اكل قليل الدهون، صحي ومفيد ويعجب كل افراد الاسره وباقل الامكانيات وبقى في اقل وقت ممكن. يبقى انت كده معاكي كوبايه لبن، عليها معلقه فلفل اسمر، عليها معلقه بيكنج باودر. معلقه البيكنج باودر دي بدل ايه، بدل البضايه. لو حابه تحطي بضايه تستغني عن البيكنج باودر وتحطي بضايه حطي، عايزه تحطي معلقه البيكنج باودر بتديكي نفس النتيجه، نفس نتيجه البضايه بالظبط. خلاص كده احنا قلبنا الحاجات اللي كنا حاطينها في اللبن. هتبداي كده تسمي الله وتنزلي على الحشوه بتاعتك بالايه، بكوبايه اللبن اللي هي عليها فلفل الاسمر. ولو حابه تحطي بضايه، حابه تحطي معلقه البيكنج باودر، الاثنين نفس وتبداي ايه تغلغلي كده اللبن داخل الحشوه بتاعتك. خلاص كده. لو حابه بقى ايه تبقي قبلها، طبعا انت مولعه الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق كده قبل ما تبداي في الصينيه بتاعتك، انت بتبقي مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه يعني. وبعد كده بتبداي تدخليها الفرن. طبعا هي بتاخد في السوا عشان هي احنا طبعا الحشوه عندنا جاهزه، البسطرمه تعتبر يعني مش هتاخد سوا ولا الخضار ولا الجبنه، مجرد بس ما هندي الجلاش لون ويبدا ان هو يتسوى معانا، فهي هتاخد معانا نص ساعه بس في الفرن. بس لو انت عاملاها بلحمه مفرومه طبعا انت بتبقي معصجه اللحمه المفرومه وحطاها، لكن الصدق لو عاملاها بصدق لا، انت بتحطي صدق ني بس بتاخد وقت شويه عن البسطرمه، تاخد من نص ساعه لساعه الا ربع. هنبدا كده يا حبيبتي ندخلها الفرن مع بعض. ورجعنا لكم حبايبي بعد ما سوينا الجلاش في الفرن. هنبدا كده نطلعه من الفرن مع بعض. بصوا بقى السوا بتاعها
ما شاء الله تحفه. بصوا الجمال بقى، طالعه كده محمره ومورقه والريحه تحفه جميله جدا. كل اللي في البيت هيحبها، وكل اللي هياكل منها هيقولك تسلم ايدك. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات بقى، وبالف هنا وشفا كده مقدما. انا هقطعها بقى وهنوريها لكم وهي هرجع تاني بعد ما اقطعها. وكده بقى حبايبي احنا بصوا قطعنا الجلاش بتاعنا. بصوا السوا بتاعه عامل ازاي، طالع مستوي ومورق وجميل. بصي من جوه عامل ازاي، بصي جماله من جوه وسواه من جوه عامل ازاي، والجبنه سايحه جوه. بصي تحفه، بصي كل حاجه فيه مستويه وجميله. بصي الجبنه الموتزاريلا جوه عامله المطه جلاش وعامل نفسه بيتزا. يلا عشان ولادنا كلهم يفرحوا. وعملنا جنبه شويه بطاطس كده. طبعا انا ما صورتش مع البطاطس علشان طبعا احنا كلنا شطار وبنعمل البطاطس، واختصارا لوقت الفيديو معاكم يعني عشان ما اطولش عليكم. وايه رايكم في الاكله دي؟ عايزه بقى الراي في التعليقات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وعايزه لايكات بقى، وعايزه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا على قلوبكم مقدما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.